إذا نرجعوا للبلاتو نتاعنا ونرجعوا باش نحكيوا على المواضيع الاجتماعية، لأنه صحيح نحكيوا على الاقتصاد، نحكيوا على الصحة، لكن اجتماعيا وعلاقاتنا الاجتماعية تقعد زادة عندها أهمية كبيرة، خاصة في ظل اللي قاعد يدور، في ظل الإشاعات، في ظل أنه الناس الكل تهول وتكبر. هذا من منطلق الخوف، ما نعرفوا شنو منطلقاته الحقيقة بالضبط. فما ناس تخاف ماذا بها تهول الأمور، فما ناس تبدا قاعده ما عندها ما تعمل، ماذا بها تصدر اشاعه وتقعد عامله بون كيف تشوف شنو رده الفعل نتاع الناس هذوما حتى ولو كانت سلبيه. هذا مش باهي. باش نحكيو ايضا على العلاقات بين الرجل والمراه في الدار، باش نحكيو على شهر رمضان اللي جاي، وباش نحكيو على حشيشه رمضان والناس اللي تتبدل اخلاقها. معناتها شو تتبدل اخلاقها؟ يكون الغش اكثر، يكون الانسان قلق اكثر. رمضان السنه ايضا في وضع استثنائي، معناتها عندنا الحشيشه وعندنا الوضع الاستثنائي، هذوما زوز وقت اللي يتزاوجوا شنو ينجموا يعطيو. احنا ديما نقدم لكم النصائح باش تسيطروا على نفسكم، باش تقعدوا مرتاحين، باش تعديوا رمضان مرتاحين. علاقاتكم الاجتماعيه لاباس، ما تطلقوش، ما تبعدوش، ما تخليوش دياركم، تربيوا صغاركم. هذه الكل اللي احنا حاجتنا به. هذه الكل باش نتكلموا مع الدكتوره ناجيه هلال المختصه في الاتصال الاجتماعي. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد. صباح الورد وصباح الياسمين ندى، وصباح خير الساده المشاهدين. صباح الفخشاغ هكا محلاك ديما فخاش هكا ومحلاك وجاتك ايجابيه بالحق. نجي ما تبدلتش يعني بالكورونا ولا بلاش ناجيه جديده. حسينا باش تتاقلم مع الحاجه، ان شاء الله نحكيو عليه في مواضيع اخرى ان شاء الله. ندخلوا ديريكتومون للاشاعه، للموضوع نتاعنا. أيوة. الاشاعه والاشاعات في تونس خاصه في زمن ماذا؟ في زمن الكورونا. اي هو راي الإشاعة يا ندي والسادة المشاهدين هو سلاح خطير جدا. وقتاش هو بطبيعته سلاح خطير، لكن خطير جدا. وقتاش نقولوا عليه خطير جدا؟ عندما ينتشر في المجتمع. علاش؟ لأنه يشتت المجتمع، تولي معناتها كل واحد هاو قال هاو في بالي هاو كذا. والتشتت هذا بما انها اشاعه، باش نحكيو توا على هذوما زوز ديزيكسبير من 1000 و 1947 اللي هو جوردن ألبرت وليو بوستمان. عملوا سيكولوجيه الاشاعه. وش قالوا؟ قالوا اللي الإشاعة تتكون من حاجتين، من الأهمية ومن الضبابية. فيها مع زوز مكونات كما العجة فيها طماطم العجة فيها طماطم والفلفل والعظم وكل. أيوة. هذه الإشاعة في سيكولوجية الإشاعة يقولوا إنه الإشاعة فيها متكونة من زوز حاجات، الأهمية والضبابية في نفس الوقت. علاش يخرجوها هي؟ لأنه يحسوا المجتمع محتاج إلى حاجة فيها أهمية. هذيك علاش في بعض الأحيان للفت الانتباه. للفت الانتباه. أيوة. وأكيد كل واحد يرجعوا المجتمع يعني قاعد رايد دونك لازم يترجى. فوالا. وحتى الدراسات ايش تقول لك 3% يختلقوا الاشاعه، لو غيست قداش؟ 97% وهم اش يعملوا؟ ينشروها. ايوه من غير ما يعرفوا عليها، يقوموا بالدور نتاعهم. ايوه. ناجي نستسمحك شويه كهو. عندنا تليفون من المانيا مع طبيبه تونسيه متواجده غادي، كنحبوا نطمنوا على الطب نتاعنا توانسه كيفاش قاعدين يخدموا في الظروف اللي موجوده تويكا في العالم. بعد نرجعوا نكملوا موضوعنا المهم هذايا. اذا نستقبلوا عبر الهاتف الدكتوره كريمه الماكني، هي طبيبه في الطب الباطني وطب الشيخوخه بالمانيا، وايضا ناشطه اجتماعيا. نحبوا نطمنوا كما قلت على طبتنا في المانيا، نشوفوا شنو الظروف نتاعهم وشنو الدور ايضا اللي يأديوا فيه، خاطر التونسي وين ما يمشي راهو يأدي دور فعال. صباح الخير كريمه. دكتوره صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. مدام ندى وعسلامة المشاهدين الكل. يعيشك الله يخليك. يعطيكم الصحة على التليفون. يعيشك. دكتورة احنا انتبهنا انك دكتورة موجودة في المانيا، وانك ناشطة اجتماعية، وانك غاديكا قائمة بالواجب وازيد، وكأنك موجودة في بلادك، وهذا الضمير المهني اللي احنا نتعلموه ونخرجوا به من تونس. باهي نحكيو على دورك طبيبة، انت مختصة في الطب الباطني وطب الشيخوخة هكا؟ نعم صحيح، أنا مختصة. أنا قريت في تونس وخرجت من الجامعة التونسية، وبعد طلعت لألمانيا عملت سبيسياليتي، مازلت نكمل فيها معناها في طب الشيخوخة مثل ما كملتهاش. ايوه. وقاعدة توا مباشرة في لي سيرفيس نتاع لي دورجونس نتاع والانعاش العام هذا. بون بالطبيعة معناها في وسط الكورونا كريز معناها كما نقولوا. أيوة. ربي يسترنا وربي يقدر الخير. امين يا رب. بون الطب توانسة الحمد لله مشرفين في تونس وخارج تونس، وربي يسترنا وربي يحفظنا. يعني تبارك الله فما برشا وجوه مشرفة هنا قاعدة تخدم وقاعدة تعمل في جهدها كيف ما في بلاد وفي خارج البلاد، وهذا مش غريب على الطب التونسي.
ان شاء الله ربي يحفظنا كيف ما قلت لك، وان شاء الله كلنا نتجاوزوا هذه المحنه مع بعضنا، طبيب واطار شبه طبي وميديا ومواطنين، وان شاء الله ربي يحفظنا كيف ما قلت لك وربي يسترنا ان شاء الله. قاعدين احنا ناشطين بالكدا في المجتمع، ما نتناش طلبتنا توانسه اللي قاعدين يعانيوا معناها من الظروف دي الصعيبه، قاعدين نعاونوا فيهم، قاعدين نمدوا في المساعده في اطارات يعني رسميه فيما يخص الذكر القنصليات والبعثات القنصليه، والنائب نتاع المانيا قاعد يعمل في مجهود كبير هنا وقاعد يعاون في الطلبه والناس اللي تحتاج المساعده. كيف في العمل الجمعياتي قاعدين نعاونوا في الطلبه، قاعدين بصفتي كتيبه قاعده نحاول معناها اني نعاونهم بالاتصالات التليفونيه باستشارات معناها باش انهم ما يدخلوش في بانيك ويقعدوا معناتها متحيرين على صحتهم. هذا هو دكتوره. انت سامحني دكتوره، انت معناتها وفرت رقم خاص للناس اللي يحسوا بقلق، للناس اللي يحسوا رواحهم ربما عندهم قلق نفسي، مش فاهمين رواحهم مرضى مش مرضى، وفرت رقم خاص لهم انهم يتصلوا بك في اي وقت. والله انا ناشطه في جمعيه اسمها جمعيه زيتونه بمدينه دوسلدورف، معناتها في اطار هذا معناتها الموبيليزاسيون اللي عملناها قاعدين معناتها من جهتي انا كاطار طبي معناها قاعده معناتها بالطبيعه معناها في اي وقت اي تونسي اي انسان يحتاج مساعده انا معناتها باذن الله نحاول نعاونه، فهمت؟ بقد ما استطعت معناها الاستشارات، يحاول معناتها اذا واحد حاس روحه عنده هكا مشاكل ولا صحيه نتاعي تنجم تكون كورونا، نجم يستشيرني ويسالني ونوجهه انا يمشي يعدي ولا لا، يصبر ولا لا، فهمتني؟ فهذه المساعده النفسيه مهمه جدا، على خاطر الناس في حال بانيك ما نجموش يعرفوا رواحهم اسكو هما معناتها ينجموا يكونوا حاملين المرض ولا لا، شنو كيفاش يتصرفوا، كيفاش يعني يحميوا رواحهم، يحميوا عائلاتهم، يحميوا الاطار اللي عايشين في وسطه. فانا قاعده نحاول في من مجهودي، ان شاء الله ربي يوفقني في هذا. كيف ما قلت لك معناتها ما شاء الله هنا وجوه منيره في المانيا قاعده تخدم على روحها، قاعدين نساعدوا الدوله الالمانيه كيف ما هي معناتها وقت اللي تحكيناها عاونتنا كيف أيوة. ان شاء الله زاد في تونس نفس الفكر هذايا، انه المواطن يحس بالوعي ويكون واعي اكثر من الدوله، خاطر الدوله التونسيه قاعده تساعد وقاعده تواجه معناتها في هذا الوباء، ربي يعافينا وربي يحفظنا منه يعني بطريقه مستحيله نحب نقولوا معناها تونس راهي يعني ربي يلطفها وربي يحميها معناها بامكانيات بسيطه وبوعي هذا المواطن التونسي البسيط قاعده تتحدى في هذا الوباء، وهذا تحيه كبيره للمواطن التونسي، تحيه كبيره للاطار الطبي، تحيه كبيره للاطارات والاداريين اللي قاعدين يخدموا وسهرين دكتوره على رواحهم وباش يحميوا. نعم دكتوره، خلينا تويك نقارنوا، انت ربما تسمع على بعض الزملاء وظروف العمل في تونس، ظروف العمل في المانيا، خلينا نتبانوا على الطبيب التونسي كيفاش قاعدين تخدموا، محميين بالكدا ولا لا، كيفاش قاعدين تتعاملوا مع الوباء هذه، ظروف العمل نتاعكم، خلينا نقارنوا حتى بينه وبين الدول الاخرى من خلال التونسي اللي يعتبر مراسل نتاعنا غاديكا. والله انا نخدم في ليسيرفيس دورجونس كيف ما قلت لك، يعني كل مريض عندي يجي معناتها حتى عنده اعراض اخرى، بالنسبه لي انا يكون عنده كورونا الى ان ياتي من يخالف ذلك، معناها انا نحمي روحي ونحمي البيرسونيل اللي يخدم معايا كامل معناها كانه عنده كورونا، فهمت؟ ايوه كيف معناتها احنا معناتها كما قلت لك نقوم بواجبنا، نعديو على المريض، نعملوا له كل شيء عادي معناها بطريقه عاديه بدون بانيك، وبعد اذا هو عنده كورونا نوجهه لوحده اللي عندها كورونا والمختصين في ذلك الاطار، واللي ما عندوش حتى راهو ما ننساوش راهو ما فماش كاين كورونا في العالم، ثم امراض اخرى. نعم صحيح صحيتك، وهذه متواصله ديما، دونك لازم ما نعملوش بانيك، لازم واحد يكون، اما احنا محميين بالطبيعه، دوله المانيه معناتها من احسن الاطار معناتها المنظمات الصحيه في العالم معناها، فهمت؟ وهي مهيئه لكل وقت معناها لكل وباء، دوله المانيه محاضره، فهمت؟ ان شاء الله تكون تونس في يوم من الايام كما الدوله الالمانيه وتكون موفره لاطارها الطبي والشبه الطبي والمواطنين الكل الادوات باش تخليها تخدم على راحتها باش تكون نجاعه نتاع العمل نتاعها 100% وكهو، فهمت؟ ان شاء الله. شكرا لك دكتوره، يعطيك الصحه على المداخله معنا اليوم. احنا نحييك ونحييك كافه الطاقم الصحي اللي موجود غاديكا، التوانسه اللي موجودين، ونقولوا لهم ان شاء الله تطلوا علينا، تجيو تصيفوا بحدنا لاباس، كملوا مهمتكم وتجيو تتفرهدوا في بلادكم وتكون الامور خير ان شاء الله. ربي يبارك فيك وربي يعاونكم وان شاء الله ربي يحفظكم اجمعين ان شاء الله. شكرا دكتوره، يعطيك الصحه، ان شاء الله تكون هذه امتحان لتونس. الدكتوره قالت ان شاء الله نكونوا كما المانيا، علاش لا؟ جانا امتحان ربما صعيب، لكن نتعلموا ان نتوقعوا، ان نردوا بالنا، ان نحضروا الارضيه نتاعنا، ان خاصه ردوا بالكم ولاو عنا برشا شباب، برشا ناس مخترعين في تونس، يعني حتى
راهو الخريطه كلها الاقتصاديه زي ما تتبدل وتعتمد على الشباب هذوما. هذه ان شاء الله احنا كاعلاميين نخوضوا فيه من بعد ما نجم مسلمين المشعل نتاعنا ان نحطوا الشباب هذوما اون فالور ونقول لكم فوالا عندنا شباب تونسي نجم يخدم اليوم. ناجيه 3% يطلعوا الاشاعه. بالمناسبه نحب نقدم بربي تحيه لكل من الاطارات الاطباء اللي موجودين، اولهم اختي الدكتوره ناديه هلال في مستشفى الهواريه. اي تحيه اللي طلع التيست نتاعها معناتها لاباس الحمد لله يا رب. اي وقاعده ساهره تبارك الله عليهم الكلهم، معناتها يعطيهم الصحه، ومعناتها سلمت في دارها وسلمت في الدنيا كل باش موا نقفوا بلادنا ضد هالمرض او الكارثه هذه ولا الفيروس اللي ان شاء الله ربي يحمينا منه. ان شاء الله ربي يرفع علينا وان شاء الله ربي يشد عليكم ان شاء الله. نرجعوا لموضوع الاشاعه. 3% يخرجوا الاشاعه و97% وسائل اخبار وسائل ينشروا الخبر. لو 3% هذوما يبداو قاعدين شيخين عاملين جو وهم يتفرجوا في الاشاعه قاعده. هل هذا من قبيل التسليه او انه مقصوده او هذه موضوع كبير الساعه، لانه ساعه ينجم يكون مش ساعه هو 99% الى مانيبيولي. بيان سور نجم يكون الاسباب اقتصاديه، نجم تكون اكثر من 60% اسباب سياسيه، واحنا عن استغناء عن الكلام فيها حاليا لانه عندنا موضوع ما اهم من هكا اللي هو لازم كما قلت لك نحطوا اليد في اليد. الاشاعه هذه شنو تخلينا يصير؟ هي علاش سميت اشاعه؟ شنو الهدف منها؟ اللي هي تنشر القلق وتعمل التوتر في المجتمع، تعمل بلبله. باش ندخلوا لموضوعنا بالسياسه واحده تبعونا نخشوا فما عندنا استراتيجيه معناتها فوالا سي سا. باش تنشر القلق والتوتر، الوغ الانسان يولي متقلق، يولي متوتر، لونكسيتي فهمتني، يولي عنده قلق، يولي معناتها على اعصابه. يقول لك انا على اعصابي. باهي قبل كان يمشي يعمل ان بو دو سبور، قبل كان يمشي يلعب كوره، قبل كان سالون دو تي، كل واحد وعاداته كيفاش يعدي النهار نتاعو. فوالا اللي تبدل توا نحن في الدار 24 ساعه يا مدام ما شاء الله. فوالا قلبوا على الشنب هذا من بعد نبداو على الشنب الاخر. التوتر هذيا والقلق هذيا بسبب الاشاعات، لانه الاشاعات هي شنو سبب الاشاعات؟ هو عدم الوضوح. راهو في الدول المتقدمه ونحن قاعدين ماشيين على المنوال هذيا الحمد لله. لي بي اون فا ديفلوبمون معناتها اللي توا الوزاره بتاعنا كلها حفظت اون برانسيب هو في الاشاعات، قانون الاشاعات كل 6 سوايع لازمك تطلع للناس تتكلم في ظل الازمات هذه، الريسك مانجمنت، اداره المخاطر اللي نقريو فيها. كل لانه الناس تولي اكثر حساسيه معناتها ماذا اكثر حساسيه واكثر قلق وما عندهاش حاجه اخرى تتلهي بها. الوغ هي 24 اور في الدار في الحجر الصحي. باهي تقول لي انت التوتر والقلق هذه شنو ينتج منه؟ كي انا ما عندي ما نعمل باش نقلق ونتوتر باش نشد التلفزه، والتلفزه ربي خلينا الوطنيه سينو معناتها باقي معناتها مش عاجبك الوضع. لا فهمتني. اي فوالا الامور الوطنيه فما اخبار، فما حاجات من الدوله، فما ميزاجو ابديت فهمتني، يعني حاجات جدد وموا الانسان ما يتوترش وما يتقلقش. تقول لي انت 24 ساعه قاعد في الدار، توتر باش يزيد. شكون قدامه؟ المدى. شكون قدامه؟ الصغيرات. باهي اليوم باش فما راهو التوتر وفما القلق هذايا ديجا حكينا وقلنا اللي هو موجود. باهي كي هو موجود انا اليوم اون بغيف باش نمشيو شويه في صف اخواتنا الرجال باش نعطي بعض النصائح للمراه فهمتني، باش ما يقولوش الرجال ايش بها دكتور نيجي ديما تحكي على المراه. خاطر نحكيو على المراه خاصه معلومات واضحين نحطهم هوني. المراه لانه المره اللي فاتت حكينا زاده الموضوع كبير برشا ونقعدوا لازمنا نحكيو فيه برشا 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 اللي هو موضوع العنف ضد المراه. وكما قلنا ماناش مقصرين، يعني الحكومه والمجتمع المدني والناس الكل والاعلام زاده، لكن نعطي نصايح للمراه التونسيه باش تتفادى هالقلق والتوتر نتاع الرجل في الدار في الحجر الصحي 24 ساعه على 24 ساعه باش ما نتعداوش الى مراحل متقدمه سلبيه. باهي تقول لي انت شنو هالحاجات هذوما؟ نقول لك ان حاجات بسيطه جدا. واخر نقطه قالت هذه الوالده بربي اليوم ديما نصايح الكبار وعندهم الناس الزميلين هذوكم عندهم قيمتهم. تحيه ليها الوالده. عايشك والوالد زيد. تحيه ليه. عايشك يتعلموا شي على النقطه هذه. فوالا هذيك علاش قلت اي محليهم الاولياء الكل كله ربي يفضلهم ان شاء الله ويطول في عمرهم. الاسئله
اللي يكرههم، نحكي باللهجه ديال اللي يكرههم الراجل، اللي يكرههم الرجل. الراجل جاتو اشاعه والمجتمع جاتو اشاعه، دونك فما برشا توتر نحشديهم باش ما نعملوش مشاكل مع بعضنا. هاني فسرت لكم ملخص، نعطيني ترى. عندك السؤال الاول، ايوا كي تجي المراه للراجل وهي محصوره معاه ومتوتر وعلى اعصابه ومازال مش عارف هذه اشاعه مش اشاعه، هذا خبر صحيح مش صحيح، وزيدي تحصر في الداء. السؤال الاول، تجيه المراه تقول له يا اخي ما لاحظتش حاجه متبدله عليا. باهي الرجل بطبعه ما يحبش الحاجه الغامضه، الوغ باش تحطه في دوره هو باش يقعد يفتي من راسه ويتقلق وهو متوتر وفادت بطبيعته. اي وانت تجي تقول له يا اخي ماكش مليح حاجه متغيره. ايوا الوغ ديما حط بقعتك في بقعته، هو كي يمشي يصلح الكرهبه وبعد يجيك للدار يهزك للكرهبه يحلك الموتور ويقول لك يا اخي ما لاحظتش حاجه متغيره، انت باش تجاوبه ما لاحظتش. الراجل ما يحبوش السؤال هذايا، كوني صريحه معاه. كاين عندك جمال، عندك شعر قديتو، عندك شعري محلاه، اي بلا مكياجي محلاه، اي خليك صريحه معاه. راك راسك راسه، راهو انسان على اعصابه، انسان متوتر. اي وكوني انت المبادره، خلي عندك الانيسياتيف، ما يسالش قول له انت ما تخليش في حاله توتر معناتها يا ربي شنو هي المتغير فيها يا من نعرف هنا واش ليه باهي. السؤال الثاني عندك هذايا زاده بسبب الكوجينه، بيان سور هي نهار كامل في الكوجينه والطيبه وفريكاسي هاو تحت بالفريز هاو باش نشهيكم من توا. تجي تقول له يا اخي ما شفتنيش السمنت، اي بربي تجي للراجل في حاله توتر 24 ساعه حجر صحي وتجي تقول له سمنت، بربي ايش باش يجاوبك؟ كاين قال لك سمنت مشكله بلا، وكان معناتها ماكش باش تعرف معناتها باش تجاوبوا اي ولا لا. الرجل باش تحطه في احراج معناتها للباف، ايوه مش مركز عليهم الامور. ورد بالك باش تقول معناتها رد بالك كان باش معناتها مسكين كان باش يقول لها معناتها راك سمنت، هذه من المحرمات انه يقول لها راك سمنت. هي تسال فيه باش تحصلوا معناتها. ايوه فهمت به استفزاز. اي والا يجي يبدا هو قاعد وهي تجي فاش تخمم، اما نخليه مثال كان عينه باش يقول لك فاش يخمم تو يقول لك مثال شيء، خاطر مش على خاطر هو في حجر 24 ساعه لازم يقعد يحكي معاك 24 على 24، لا خاطر راو كيما الشوت، يعني انسان فجاه كان يعدي 4 سوايع ولا ميم با ساعتين لو غيست يعدي نوم يرقد في الليل ويقوم يرجع 8 سوايع، سي با فاسيل باش تعدي 24 ساعه باش يقعد يحكي يولي يميل للسكوت يعني. ايوه لانه السكوت يعبي له وقته اكثر بالكلام واكثر من انه يحاول مع زوجته في الدار. الوغ انت مش لازم ما يحبوش السؤال هذا، راهو الراجل التونسي ما يحبش. اليوم في يفرحوا بيا رجال معناتها اني عطيتهم الكوتا نتاعك طالعه اليوم مع الرجال. هذيك علاش بربي لا تسالوا فاش تفكر، تو يقول لك ستيب باي ستيب بشويه تو يجي يقول لك ما تبديش تخوض فيه. وان شاء الله تنقول لكم عن طريق حتى الفيسبوك فما طرق اخرى باش تطلع المعلومه، راه سهل ما فيها حتى شيء. قولهم لي انا الاولى ذوما ومن بعد ان شاء الله باذن الله بيان سور لانك تمثل المراه التونسيه هكا والا تلقاه على الفيسبوك باغ اكزومبل، ونحن معناتها الريزو سوسيو هذوما الفيسبوك انستغرام كذا، مجرد اللي مسيكن حتى بالصدفه عدى الصبح هكايا طلعت مثل فنانه ولا نرمين صفر ولا فهمتني. ايواش عجبتك فلانه شنو رايك فيها؟ اي تو باش يجاوب هو حتى شيء. السؤال هذايا الراجل راهو ما يحبوش، لانه باش تولي انت زاده كامراه مقامك عالي، ما تحطش نفسك في مقارنات الله يخليك، مقارنه مع الصوره في الانترنت. انت مقامك عالي، انت اسالوا عليها هي شخصيا وكهو، اما ما تقولوش معناتها شنو رايك فيها مقارنه بينا. ليه كل واحد عنده شخصيته وعنده معناتها جمالها عندها. وانت زوجته دورك اخر في حياته، انت مغيرات هذاك جاي حامله معاه الدنيا ما كمش هذاك جاي في النصايح الاخرين اللي الرجل شنو يتمنى المراه تعمل له. ايواش مع لان عملت بعض البحوث مع الرجال وخذيت معناتها بعض الاشياء التي يتمنى الرجل انه المراه تعملها. فهمتني؟ اي والنقطه الاخيره اللي هي سؤال ما يحبوش الراجل، يا حبي توحشتني وهو في وجهها نهار اي 24 ساعه الحجر الصحي. توحشك ليه ما توحشتكش؟ راهو الوحش يبان. اي فهمت؟ لانه الرجل ما يحبش الضغط.
شبيك بالعكس خليه انت متفرهد وفرحان مش ياخذ تضرك هكا لي سونتيمون مزيانين ابسوليومون. الوغ من غير ما تسالوا توحشتني، فهمتني؟ تو قعدت معاك 24 ساعه برب باش يقولوا لك، قالوا لك اي صحيح كلامها. اي لا موافقين طول وعرض. فوالا الا باهي نتعداو توا. فما حاجات نداء انه يتمناو الرجال ولا الرجال التوانسه بصفه عامه انه المراه تعرفهم على الاقل، تكون كونسيون يعني عارفتهم في مخها وفهمتهم، خاصه أيوة. في الحجر الصحي هذيا. نعاود نقولها ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. أيوة. 24 ساعه رانا مع بعضنا. فوالا باهي الراجل يحب شكون يمدحوا على فكره، مش كان المرأة. اي ما يسالش كي نجي للمسيو نقول له محلاه، تو مجامله، ما قلناش نافقوا. حتى مش محلاه تقول له محلاك معناتها. لا هو كان مش محلاه علاش ما خذته مالا هو انا باش يكرهوني اليوم. لا بالعكس، لا بالعكس في الحجر الصحي نجموا يكتشفوا بعضهم اكثر واكثر ويقربوا اكثر بطريقه ايجابيه. ايوه. الو الراجل يحب شكون يمدحوا كيما الوليد الصغير. فهمت؟ جو بارل معناتها نفسيا معناتها او بسيكولوجيكمون يحب شكون يمدحوا. باغ اكزومبل علاش؟ لانه احنا نحبوا، علاش نعطيو في الحاجات هذه؟ لانه نحبوا نهديو النفوس ونحبوا مثلا نقربوا القلوب لبعضها، نعطيو لبعضنا انرجي بوزيتيف. ما عندناش شكون باش يعطينا، ما عنديش خرجه لبرا ولا ماشيه في بقعه فيها فيردور ولا تعبيني بالطاقه. بالعكس واذا سي ان اكزرسيس او نيفو ريسورس هيومان وتن بشريه، هذه سي ان اكزرسيس لانك من بعد باش تتعود. اي صحيح. انك تمدح زوجك، فهمتني؟ يعني تزيد النسبة. مزايا الكورونا. مزايا الكورونا على مزايا واللي الكورونا. هي الحب في زمن الكورونا. أنا نحضر في حاجة على الحب في زمن الكورونا. أي أنا نحضر لأنه فما كتاب الغارسيا اسمه الحب في زمن الكوليرا. أنا كي قريته من الأول معناتها صفحات ال50 الأولى معناتها ما عطيتش اهميه للكتاب، لكن من بعد اكتشفت معناتها في الكتاب انه الحب هذيا يعني حاجه لا توصف، خاصه في الازمات. تقول انت صاحبك وقتاش تعرفوا كان وقت الازمه، فهمت؟ هذه من ضمن الازمات. أيوة. نرجو لحاجه اخرى زاده يحبها الراجل، انه المراه تعملها بخلاف المديح، انه تمدحوا محليك وكذا، محلى سروالك، والله محلى كوب نتاع شعرك. أيوة. وهو شعره بجنبي في الدار. اي مرحبا بيك. اي بتشرد على الكوزينه وتحطك هذه سيلش. ايوه. وقت تبسيمه محليها. فهمت؟ فما رجل زاده قال لك هو رجل صادق بطبعه. يعني رجل ديما يجي يعطيه لك ديريكت، يعني فما معلومه فما حاجه يجي حتى خايف. أيوة. نحب ننصحك نصيحه سيدتي المراه، لا تنزعجي من الصراحه نتاع الرجل، بالعكس خذها بصدر رحب وحاول تغير من الحاجه اللي كان صريح فيها هو. أيوة. وحاول تراعي، نرجعوا اللي انت راك في حجر صحي ما عندك وين تمشي. الوغ لازمك تتاقلمي مع الموضوع، مش تقبل الصراحه نتاعو 100%. تكون اهدأ معناتها في رده الفعل نتاعك ما تردش مخك اكبر. نقولوا احنا تكبر مخك. اي لا مخها كبير المراه التونسيه. أيوة. باهي حاجه اخرى زاده، بعض الابتعاد لا يعني قله الاهتمام يا ندى. يعني صحيح هو في الحجر الصحي، يعني هو قاعد بحذيك في الدار، كي يحب يدخل هو لبيت النوم ولا يحب يدخل مثال الصاله ولا يمشي يقعد في جنينه، ليه في شكون قاعد تكلم انت يا بنتي؟ عندك حكايه يا بنتي مانيش نكلم. لا بالعكس، راهو البعد كي يبعد عليك ماهيش قله اهتمام، لا بالعكس هو يحب يقعد معك، يركز ويريض مخه. ربما يقولوا نحن محتاج الى مسافه. محتاج فما وهي محليك البعد هذيك حتى نفسيا راهو يرجع اكثر، تحس بالوحش، تحس بالحب. فهمت؟ باهي عندك المبادره والقياده للمراه، مش تجي تحب على القياده لا انا نحكم، لا المبادره والقياده حتى في حاجات اخرى. راهو هي المرأة تفهمني وانت تفهمني في حاجات أخرى. بدري أنت يعني قدمي أنت حاجات للرجل اللي هو يستغرب، واو شنو هذا، أنا ما كنتش نعرف المبادرة العظيمة. أي ميلا نفهموا بعضنا نحن نسيت. باهي بربي نقول للمرأة زيدا نقطة أخرى، ما تركزش على الكوتي الويكنس بوينت، الكوتي نيجاتيف. انت خذيته شنو مش نقول لك هذيك هو المغرفه هزت وانتهى الامر. اي كل واحد وش هزت مغرفته. لكن ما تركزش ياسر
أنا الناس الكل عنا عيوب، لانك اذا انت بدرت باش تجبد له العيوب نتاعو راه هو زيد من القلق والتوتر والارتباك والاعصاب والضغط يولي هو يختلق لك حاجات ويولي يفتي من راسه. أيوة. فما الاختلافات نحب نقول هذه حوصله للموضوع هذه الكل والمناوشات بين المراه والرجل دار في الحجر الصحي. نحب نقول حاجه اللي الاختلافات هي راهي كما كل حجر في النهر، راهو بليش النهر بليش هالحجيرات هذوكم راهو ما تسمعش صوت الماء. ايوه. انا نقول الاختلافات هي مثل الحجر في النهر، هي التي تعطي الصوت للدنيا. نحن نقولوا هالمناوشات هذه واللفحات هذه هي اللي تخلق العلاقه الطيبه بين المراه والرجل في الحجر الصحي. وفما النصيحه الاخرانيه اللي قالتها لي ماما، قالت لي الراجل تحبه يبدا مرتاح في الدار ما تطلبوش في الفلوس. ايوه. هذه فيها وعليها ونحلوها ان شاء الله، ونحلوها ان شاء الله في موضوع اخر. ما تطلبوش في الفلوس، شدوها عندكم تو زيدوا نحكيوا عليها. دكتوره يعطيك الصحه، نورتنا كالعاده. ديما نقول لك محلاه سلاحك ومحلاه حضورك. شكرا لك، يعطيك الصحه. احنا باش نمشيو لزابي